السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنكمل في كتاب ماس كي جي 1 الترم الاول. كنا وقفنا المره اللي فاتت عند ليسون 10. عند ليسون 10 اتفقنا ان انا عندي حاجه اسمها شيبس يعني الاشكال الهندسيه. الاشكال الهندسيه دي اخدنا قبل كده شيبس، الاشكال الهندسيه. اخدنا سيركل وتراينجل، وعرفنا ان السيركل لما بتيجي تتكلم عن نفسها بتقول I am a circle, I have zero sides. انا ما عنديش sides. I have zero corners ولا عندي corners. التراينجل لما يجي يتكلم عن نفسه هيقول I have three sides, one side, two side, three side. واتفقنا ان السايد هو خط سواء كده او كده او كده او كده، اي خط اسمه سايد. فببدأ اعد الخطوط اللي عندي واكتبها، اقول I have three sides. الكورنر، الخطين لما مسكوا في بعض عملوا الزاوية دي، فدي اسمها كورنر، اسمها كورنر. طيب عنده كام كورنر؟ 1 2 3، فهيقول I have 3 corners. الريكتانجل عندي برضو تقريبا اخدنا السكوير، واخدنا السكوير وبرضو السكوير قال عن نفسه I have 4 sides 1 2 3 4. بس خلي بالي ان الفور sides equal، الفور sides equal، الفور sides قد بعض. يبقى هيقول I have 4 sides، I have 4 equal sides، I have 4 corners. طيب بعد كده بقى عندي الشيب ده اسمه rectangle. خلي بالنا الريكتانجل، شوفوا الريكتانجل عنده عامل ازاي. هو عنده 4 sides 1 2 3 4. هو عنده 4 sides، بس خلي بالي ان في 2 tall sides. بصوا كده، ده وده اطول من دول، صح؟ فكل اتنين قصاد بعض قد بعض، ده قد ده وده قد ده، كل اتنين قصاد بعض قد بعض. في اتنين طوال واتنين قصيرين، يبقى عنده 2 tall sides و 2 short sides واتنين short sides. طيب لما هيجي يتكلم عن نفسه هيقول I have 4 sides. أنا عندي 4 sides. I have، أنا عندي 2 equal sides. أنا عندي خطين بس قد بعض، دول ودول ادي كده واحد، وده وده كده اتنين، كل اتنين قصاد بعض بيساووا بعض. I have 4 corners. يبقى ده اسمه rectangle. طيب هو بصوا هنا بيقول لي ايه؟ rectangle has 4 sides, 2 sides are long and 2 sides are short. سواء long او tall، هو هنا بيقول لي long اللي هم طوال، ده long side وده long side، ده short side وده short side. rectangle has 4 corners. عنده كام corner؟ 4 corners. trace يعني هرسم هنا تاني. trace a rectangle and color them to complete the picture. هرسم الريكتانجلز عشان اكمل الرسمة. وخلي بالي هو هنا بيقول لي draw 3 more، بيقول لي يعني ارسم 3 كمان، يعني انت هتعمل على ده وهترسم كمان 3. then count all، وهتعد بقى كله، هنا 1 وهنا 3 هتعدهم وهتكتب النمبر بتاعهم هنا. طيب هنا طبعا exercises على الريكتانجل. هنا هنلون، هنا tick the item that shows a rectangle. هعمل علامة صح على الحاجة اللي بتدل على الريكتانجل. choose the correct answer. نقط has 4 corners. التمرين ده حلو، انا بحبه لانه يعني انا بقول الجملة والطفل بيختار الحاجة. فبيقول I have 4 corners، او الشيب ده has 4 corners. مين اللي عنده 4 corners؟ ده عنده 3، ده عنده 0، ده عنده 4، يبقى هو ده. has 4 sides too long. خلي بالي بقى، انا هنا ممكن الخبط الاطفال بان انا اعمل سكوير معاهم واقول له الجمله دي two long sides و two short sides، يبقى اكيد هختار ده لان اللي عنده 4 equal sides هو السكوير. طيب دي برضو exercise على الشيبس.
use the stickers. ده stickers هي موجودة ورا في الكتاب من ورا، يعني انا هرجع للكتاب من ورا هلاقي صفحة 37 الستيكرز ديت، فهشيلها واحطها هنا. color هلون، عندي براون وبلو اورنج ويلو. طيب هنا برضو نفس الموضوع trace each shape draw a line from. هو هنا هوصل، يعني هعيد على الشيب وهوصل ايه الشكل دوت، هوصله بده السيركل، الريكتانجل، السكوير. هنا color سهل طبعا، هنا برضو color. count dots to draw shape، هو بيقول لي connect يعني وصل الدوتس عشان تعمل الشيب بتاعك. هنا هوصل دي سهلة برضو draw a square. خلي بالك بقى هنا بيقول لك ايه draw a square، draw a rectangle، draw a triangle. هنا هرسم الحاجات اللي هو يعني انا مثلا هنا عايزه اعمل سكوير، فانا هعمل مثلا دول كده مع بعض، او هعمل دول يعني هعد النقط قد بعض وارسمهم. طيب درو ريكتانجل انا ممكن اوصل ده كده وخلاص. طب درو تراينجل هعمل كده كده كده. طيب سكوير هعمل نفس الموضوع، المهم ان الفور سايدز يبقوا قد بعض. يبقى هنا برضو التمرين خلاص، هنا كده خلصنا الشابتر. اتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.